أعزائي مشاهدي تيكي تاكا، أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم تيكي تاكا. إزيكم؟ وحشتونا جدا جدا جدا. أول خبر مفرح لكل الأهلاوية، بنقول ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره إتمام صفقة عمر كمال إن شاء الله متواجد مع الأهلي في يناير القادم. اهلا وسهلا بكل حبايبنا والاهلاويه وكل جمهور الكره في مصر. اول خبر معانا مارسيل كولر يفاجئنا بتشكيل جديد باذن الله في مباراه سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء القادم. نتمنى نشوف طاهر محمد طاهر بيلعب في عمق الملعب زي ما كان بيلعب مع نادي المقاولين في عمق الملعب، وبسبب تألقه في المركز دوت لعب مع منتخب مصر واتاخد في منتخب مصر. مع النادي الاهلي هو بيلعب فقط جناح، تألق الماتش اللي فات بس ماتش من ضمن ماتشات كتير، بنتمنى نشوفه ولو مره واحده في مركز في عمق الملعب. توقيع عقوبه وغرامه ماليه على محمد مجدي قفشه من خالد بيبو بسبب اعتراضه اثناء خروجه في مباراه المقاولين اللي فاتت. اعلن نادي الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب عرض فتوح والزناري ومحمد صبحي للبيع النهائي، لان فتوح وصبحي والزناري لم يحضروا التدريب بتاع نادي الزمالك وبدون اذن، وطبعا كان عندهم سهره كبيره جدا جدا هنبقى نكلمكم عليها في حلقه لوحديها. مهيب عبد الهادي بيقول ان فتوح خلاص انهى تعاقده في زد. نحب نقول له الخبر بتاع حضرتك مش مظبوط، لان الاهلي بيتفاوض مع فتوح وبيراميدز بيتفاوض مع فتوح، ورغبه اللاعب في النادي الاهلي حاليا. وبيأكد كلامنا استاذ عمرو اديب بانه انهى تعاقده مع مسؤول في النادي الاهلي. باذن الله نشوف فتوح في النادي الاهلي في يناير القادم ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله باذن الله باذن الله. عايزين نقول زي ما قلنا خبر مفرح للاهلاويه، عايزين نقول خبر مش مفرح قوي، وهو اصابه علي معلول، اصابه خفيفه في العضله الخلفيه، واحتمال يغيب عن مباراه سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء القادم باذن الله. وائل الاباني بقى يا كابتن عمرو. ماله يا كابتن؟ وائل الاباني مودست يغيب ويطلع لنا بحاجه. مودست في مباراه المقاولين اي حد بيقول عليه انه كان كويس ده انسان هجاص. مش انا اللي بقول، كابتن وائل الاباني بيقول اي انسان بيقول عليه كان كويس راجل هجاص. نحب نقول له يعني هنقول لك نتائج مودست بالارقام، علشان يعني الارقام هي اللي بتتكلم. التسديدات شاط شوطين، 2 منهم واحده على المرمى، لمس الكوره 36 مره، التمريرات 20 منها 15 صحيحه وده نجاح او دقه التمرير بنسبه 75%. العرضيات 2، الفوز بالالتحامات 5 من 8، فقد الكرة 10 مرات، الأخطاء 3، التقييم 6.6 من 10. مش وحش يعني، مش اللي هو ده تقييم المحللين والخبراء. مش شرط نقول على اللي بيقول عليه كويس انسان هجاص. يا كابتن وائل يا قدام. مش عايز تضيف له حاجه يا كابتن؟ لا كفايه. تقول له بالله عليك خليك في نفسك عشان انت ما بتدفعش حاجه للنادي الاهلي من جيبك. خليه في حاله فعلا على رايك. والله يعني لازم يخليه في حاله بقى، صح؟ الله ينور عليك يا كابتن. طيب احنا قلنا خبر مفرح وخبر محزن، خبر مضحك جدا جدا جدا. الاستاذ عمرو الدرديري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بيقول ان علي معلول تمم تعاقده او في الطريق الى اتمام تعاقده مع نادي الزمالك. خبر فعلا من الاخبار التي تضحك جدا. بص بنضحك والله انا توقعت انه هيقول كده والله من قبل. عايزين نقول والله عايزين نقول لحضرتك كلمه واحده بس يا كابتن عمرو يا درديري، بلاش تنام تحلم حلم جميل وتبقى فرحان جوه الحلم، تصحى تقوله لنا على انك حقيقه. يعني بنتمنى من حضرتك احلامك خليها لنفسك. إقالة أسوري وإقالة مدحت عبد الهادي وتعيين معتمد جمال مدير فني لحين تعيين جهاز فني جديد لنادي الزمالك، وربنا يوفقه بإذن الله. يا رب يا كابتن خالد. نقود تركي آل الشيخ تضع وتلف حبل المشنقة حول رقبة بيومي فؤاد في مسيرته الفنية. الأستاذ بيومي فؤاد في اعتراضه
على الأستاذ محمد سلام المحترم لم فقط يعترض ولكن قام بالتطبيل لتركي آل الشيخ وللجمهور اللي قاعد في السعودية فقط من أجل دولارات السعودية، وما فرقش معاه أي حاجة من اللي بتحصل. المخرجة كاملة أبو ذكري توجه رسالة شديدة اللهجة لبيومي فؤاد، بتقول له إيه؟ بتقول له: كنت من محبيك، ولكن الآن لا يشرفني الفن الذي تقدمه. إخوانك وأهلك في غزة وفي فلسطين يذبحون ويقتلون، وأنت يعني تدار النقود تحت اسم الفن. هل ليها اسم تاني؟ هل ليها اسم تاني يا كابتن عمرو؟ هي أضافت له حاجة واحدة بس، قالت له فعلا الإحساس والفن نعمة. هل إن احنا أي بقى عايزين حد، نقول له بس حاجة، قول له بقى كابتن خالد بالله عليك. أنا عايز أقول بس اللي أنا عايز أقوله يعني في نيتي، يعني هل أي حد عايز قرشين ومش قادر يستغنى عن القرشين لازم يطلع يتدارى تحت اسم الفن، بل ويعيب في الناس المحترمة اللي حاسة بغيرها؟ يعني محمد سلام راجل فنان محترم حاسس بالناس اللي في مشاكل وما عابش في حد، ما قالش ان انتوا كده غلط. يا عم انت من وجهة نظرك صح، ما تعيبش في حد. هو راجل قال انا ما اقدرش اطلع اضحك الناس وعندي اخوات بيموتوا، انا مش هبقى صادق، مش هعرف اطلع اقدم الفن اللي انت طالع محمود قوي عليه يا كابتن يا استاذ بيومي فؤاد. يعني الراجل اتكلم بكل احترام. كل انسان يعني بيمثل نفسه، ما بيمثلش اي حد تاني. احنا بنقول بقى من مكاننا ومن البرنامج بتاعنا دعوة عامة لكل اللي بيتابعونا وكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، كل الناس تعمل انفولو على الاكونت بتاع بيومي فؤاد. بيومي فؤاد خسر 100,000 في ساعة زمن بمجرد نزول الفيديو بتاعه. يا ريت كل اللي كان حلال يستاهل. والله يا ريت كل اللي كان عامل لبيومي فؤاد فولو يخش يعمل له انفولو علشان نفرج تركي آل الشيخ الاخ اللي هو اداله فلوس هيحصل له ايه، علشان الموضوع زاد عن حده. ولا ايه رايك يا كابتن خالد؟ اهم حاجه كل الدعم لاخواتنا الفلسطينيين، وربنا ينصرهم في قضيتهم، وباذن الله تعالى نشوف القدس ترجع تاني ونشوفها عربيه فلسطينيه وندعمها في يوم من الايام. ربنا يا رب يعني يلطف بيها كده ونشوف كل الدول العربيه بتدعمها مره تانيه. ما ننساش يا جماعه اللايكات والشيرات والسبسكرايبات وتروقوا على اخواتكم وحبايبكم وتدعمونا علشان صوتنا مش بيوصل غير بيكم وليكم، فما تبخلوش علينا بالدعم وما تبخلوش علينا باللايكات والشيرات بعد اذنكم. عايزين ننهي الحلقه بتاعتنا بدعوه من قلبنا لكل اخواتنا في فلسطين. احنا اقسم بالله لو في ايدينا حاجه نعملها والله لن نتاخر. ربنا العالم احنا لو في ايدينا حاجه احنا نعملها لن نتاخر، ولكن كل الاشياء في ايدي حكام العرب. حكام العرب. اللهم انا استودعناك غزه واهلها وكبارها وصغارها ليلها ونهارها امنها وامانها، فاحفظها يا رب من كل معتد اثيم. اللهم احفظ فلسطين ارضها وشعبها وثبتهم في وجه المعتدين. اللهم ضع في اذان العرب صرخة توقظهم لينقذوا أرض فلسطين. حفظك الله يا فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.